يجب على فيفا إيقاف مسيرة فيدريكو فالفيردي بسبب محاولة القتل. فيدريكو فالفيردي سيقتل حارس مرمى يوما ما بتسديداته القوية جدا. صدقني، هو يسجل فقط من تسديدات مسروقة، بل إنه قادر حتى على إرسال زملائه إلى المستشفى. في كل مباراة يطلق الأوروغوياني صواريخ لا تحتمل على خصومه لإيجاد مخرج. تسديداته خطيرة جدا لدرجة أنه يمكن أن يقتل لاعبا يوما ما. هو اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي لا يضعه المدرب أوربيلوا على دكة البدلاء أبدا، حتى ضد فرق الدرجة الرابعة. هذا أمر لا يصدق. جودة تحكمه في اللعب تجعله لاعبا متعدد المراكز وواحدا من أفضل لاعبي الوسط في العالم. يمكنه اللعب في كل مركز على أرضية الملعب. القائد المستقبلي لريال مدريد هو سيد القنابل الهجومية. إذا كنت تحب هذا اللاعب حقا، اشترك واكتب فيدي فالفيردي في قسم التعليقات متبوعا باسم فريقك المفضل، وأعطني اسم اللاعب الذي تعتقد أنه سيكون قادرا على تحدي فالفيردي يوما ما في هذا النوع من التسديدات.